السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا الفيديو ديال اليوم على قناتي وقناتكم شيوات ياسمين. غنوجد معكم هذا الجينواز الناجح، يجي خطير البنات. جينواز اللي ساهل بدون زيت وبدون خميره الحلويات وفي الكاسرونه. غنصايبوا هذا الجينواز هذا، يعني اي وحده يمكن لها توجد هذا الجينواز باسهل طريقه وناجح 100%. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، وينال اعجابكم كون خفيفه ظريفه على القلب ديالكم. ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وانا كونوا اكيدين بلي غادي تستافدوا معي في هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي. ونهاركم مبروك. هادشي اللي كاين، هذا هو الجينواز. كيجي هشيش بزاف، قطني وبلا زيت وبلا خماره. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. غنستعمل انا العجانه ضروري، ولا الا عندكم الميكسور ولا اي حاجه اللي تساعدكم انها تطلع هذا البيض. درت اربعه البيضات حجم متوسط، فاني وكاس سكر سنيده الا ربع السكر على حساب الذوق ديالكم، مع الفاني وقبيصه الملحه. وغنطرب مزيان حتى يولي لنا الخليط ابيض على شكل هذا اللي غتشوفوا دابا. هو هذا حتى يبقى طلع انت تخفط هو كتخفق وهو كيطلع حتى كيبيض. خانتي غدا سايم بزاف غيقول لا هذا راه ما غيطلعش هاد النهار، راه غيشد معايا الضد، ولكن لا، غتعطيه شويه د الوقت وصبر معاه، هو غيطلع لك بحال هاد الشكل هذا. يجي الطريقه هذه صراحه الله دائما عندي معتمده ان وجدوا بحال الطريقه هذه وينجح معي من اول مره. تنتي من اول مره غنجح معك ان شاء الله. تبعي هاد النصائح والطريقه من الاول. الخليط خصو يكون هايدا البنات، يكون ابيض وكريمي، بلا ما نعزلو الابيض بوحدو الصفار بوحدو بالعا ديال التعقيدات. ها هو اختي جينواز ساهل ماهل. دابا غندخلو الدقيق البنات. عندي هنايا 180 غرام في 4 البيضات. غنعملو 180 غرام د الدقيق. انا عبرتها بالميزان وعملتها في طبيصل، ودابا نعبرها بالكاس للناس اللي ما عندهمش الميزان. فهمتوني؟ درت الكاس الاول عمرته غير بالمعلقه، ما دكنتو ما بركت عليه ما والو، غير بالمعلقه عمروه. داكشي خصو يكون مضبوط البنات باش تنجح معكم الوصفه. درت الكاس الاول وغندخلو في العجين بهذا الشكل هذا غير بشويه باش ما يطيح لناش البيض ديالنا من الفوق للتحت، ومره ندخلو المعلقه في الوسط بحال هيدا تنحسو ما بقاش هذاك الدقيق. وعاد نزيدو الكميه الثانيه اللي غنضيفو كاس ما عامرش مزيان. نتوما غتشوفوا الحجم ديالو كيفاش بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش بالغرام وما عندهمش الميزان. اما اللي عنده الميزان غيعبر واحد 180 غرام ويقسمها في النص ويبدا يلوحها على العجينه شويه بشويه. واللي ما عندهاش الميزان غتعبر بالمعلقه بحال هيدا بالمعلقه. هذا راه مجاني ما عامرش مزيان. شفتوا الكاس ما عامرش مزيان. هذا الثاني، الاول عامر. ما تدكسوه ما والو، غير بالمعلقه غيجيكم نفس القياس ونفس الحجم ونفس القوام اللي غيعطيني انا غيعطيكم نتوما ان شاء الله. هو هذا. انا مشيت نكب نسيت ما صفيت. ضروري نغربلو البنات، غربلو ضروري الدقيق باش يجيكم الجينواز ديالكم مهوي وخفيف. هما هادو المكونات. دابا غندخلو هاد الدقيق شويه بشويه حتى غنتحصلوا على القوام اللي غتشوفوا. نبداو نعملو غير بشويه، ندورو حتى نحسو باللي الدقيق ما بقاش في الخليط نهائيا. غيزيد يعقدنا الخليط لان الدقيق مازال ما انسجمش مع الخليط. نتوما غتشوفوا القوام الاخير ديالو، الشكل اللي يجي فيه الخليط.
انا هاد المراحل هادو انا عملت جوج في مره كيف ما شفتوا في الاول. درت وحده صغيره وحده كبيره، عندي جوج كاسرونات، وحده كبيره وحده صغيره. يعني هذه درتها بالنسبه للكاسرونه الكبيره شاركتها معكم. اما الصغيره درت نص المقادير د هذا الشيء اللي عملت معكم دابا، درت النص. فعط ما نعمل 4 البيضات، هنا عملت 4 البيضات، في هذيك الصغيره درت جوج بيضات. يعني نتوما الا بغيتو ديروا بحالي ديروا جوج في مره، ديروا نص المقادير د هذا الشيء اللي عملت انا. جوج بيضات وانتوما ماشيين في نص المقادير. 180 غرام د الدقيقه تعملوا 70 غرام، يعني كل حاجه نقسموها في النص. هاد الكسرونه بالنسبه لها الكسرونه هذه كبيره شاركتها معكم بربعه البيضات، اما الصغيره كما قلت لكم بنص المقادير، درت غير نص المقادير د هذه. نتمنى انني نكون وضحت لكم مزيان، حيت في الاول فيديو شفتوا نتوما جوج كسرونات، انا راني درت جوج ولكن شاركت معكم غير وحده. غنخفقوها مزيان على الطبله هنا على سطح العمل باش ما يبقاوش ديك الفقاعات بزوج بهم. كما قلت لكم هذه الصغيره، هذيك الكبيره شاركتها معكم، وهذه الصغيره ما شاركتش معكم. درت هذا الورق، دهنت باش يساعدكم الورق انه يوقف في هذه الكاسرونه، ضروري من الورق. دهنوا الكاسرونه ديالكم بالزبده وعاد ديروا الورق يلصق على الكاسرونه، ما يبقاش يتزعزع. هما هادو دخلتهم من الفران على عافيه مهيله غير من التحت حتى طلعوا ليا، عاد حمرتهم. خداو معايا واحد 40 دقيقه هيداك. صراحه الله يجي ناجح هذا الجينواز هذا، ممكن انكم تستعملوه في اي مناسبه. صراحه الله عملي وزوين بزاف، ودغيا كينجح وجديه بعينك مغمضين. وغير في الكاسرونه كما تشوفوا، شوفوا الاواني اللي عندكم في الدار وجدوها. يكون عندكم هذا ورق الطبخ من ضروري باش ما يلصقش لكم حتى حاجه، ما تلصق لكم وتضيع لكم. كما تشوفوا راني نزول دابا هاد الورق باش نوريكم الشكل النهائي. جات دايره ديك القوقه في الوسط من الفوق نقدوها ملي نكونوا نقطعوه ما يتقد. وهذه الثانيه نص المقادير ديال الاخرى. هانتوما تشوفوا كيفاش جات هي، حيت انا غندير واحد الكيكه بليطاج. ان شاء الله نشاركها معكم الى انا توفر لي الوقت، ولا غتلقاو نشارك معكم التزيين ديالها. كيكه بليطاج والبنتي لعيد ميلاد بنتي ان شاء الله يا ربي. الى لقيت الوقت غنحط لكم الفيديو ورا هذا، ولا نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كيف ما تشوفوا غندير لها هيدا وحده فوق وحده، وحده صغيره وحده كبيره. المهم تفنوا من راسكم هي القشيوشات اللي عندكم في الدار تخرجوا منهم شي العجب، شي حاجه. انا دوك الكاسرونات والله العظيم ما كنستعملهم في الكوزينه، غير عندهم مليوحين في واحد القنت، ولكن ثقيقلين. علاش ما اناولمش وما كنستعملهمش؟ غير ما عندهمش يدام صافي. عندي مليوحين في واحد القنت، قلت لهم اجوا هانتوما هما اللي غنستعملكم هاد النهار. شي حاجه قديمه وهذه ما حتى هي راه كتنفع بعض المره. هانتوما تشوفوا زولت هذيك من الفوق والقوام ديالو من داخل، هانتوما تشوفوه خفيف بزاف. صافي علمت غير بالموس ونقطع بهذا القياس اللي بغيتو نتوما، ودعبروا كيف يجي قطني ما شاء الله، وتقطعوا بالخيط. دخلوا فيه الخيط حسن. هذه صغيره جات هذه صغيره كملتها غير بالموس، قسمتها غير بالموس. الموس جا قاده بحال هيدا، ضربت فيها الموس وجات قاده. شوفوا كيجي يا سلام والله العظيم الا جا بنين بزاف وخفيف وغزال ما شاء الله. شوفوا كيف مجعب بلا خميره وبلا زيت، ناجح 100%. نتمنى انكم تجربوها، ونتلاقاو فيديو ان شاء الله د الكريمه ملي نكونوا نزوقوا الكيك. وبسلامه عليكم.